في اللحظة دي بيعرف الضابط ان ميكا عندها حق، وبتعرف كمان ميكا ان قرش ليليس هو اللي عمل كده، وبتقدر فعلا صوفيا تحدد ان الشخص الميت ده ميت من هجوم القرش ليليس. في اللحظة دي بيتجنن الضابط وبياخد الكل وبيروح للقائد بتاعه وبيعرفوها باللي حصل، وان نهر السين فيه خطر كبير جدا عبارة عن قرش كبير ممكن يهدد حياة اي حد. وبتتعصب القائدة لان المفروض ان بعد كام يوم من دلوقتي هيكون في سباق عالمي للسباحة ومكانه في نهر السين، وطبعا ده مش هيتم بوجود القرش الغريب ده، وبالتالي تطلب من الضابط انه لازم ياخد قوة كبيرة ويروح يقتل القرش مهما كلفه الامر. فبيقرر الضابط انه يعمل كده، وبيقرروا ياخدوا معاهم كمان صوفيا بحيث تحدد مكان القرش وتقدر انها تتعامل معاه، لكن مش بيرضى ياخد معاه ميكا. في الوقت ده بتطلب ميكا من صديقها بن انه يدمر جهاز التتبع بحيث محدش يقدر يوصل لمكان القرش، وطبعا ميكا مش عاوزه القرش ده يموت، هي عاوزه تدرسه مش اكتر، وبيوافق بن وبيعمل كده. في الوقت ده طبعا بتكون صوفيا فقدت الاتصال مع القرش ومش بتقدر انها تحدد مكانه، بس الضابط مش بيفرق معاه كل الكلام وبيقرر ينزل رجالته لنهر السين عشان يشوف القرش ده ايه حكايته ويقدروا انهم يموتوه، وفي الاساس يتاكدوا اصلا ان هو موجود وان الكلام ده مش اوهام. وفعلا رجاله الضابط بينزلوا لقاع النهر يدوروا على القرش اللي اسمه ليليس، وفعلا بيلاقوا القرش جاي عليهم فبيخافوا وبيخرجوا على اخر لحظه ومحدش فيهم بيجرى له اي حاجه. بس ده مش بيعجب الضابط وبيبدا يشك ان صوفيا هي اللي عطلت جهاز التعقب، فبيتخانق معاها وده بيضايق صوفيا فبتسيب المكان وبتمشي. بعد شويه بيقعد الضابط مع انجل القائده وعرفها كل اللي حصل، فعرفته انجل انها هتشوف عمده المدينه النهارده وهيشوفوا هيعملوا ايه في الموضوع الغريب والخطير ده. فبيوافق الضابط على كلامها وبيقعد في مكتبه، وبعدها بيبدا الضابط يبحث عن صوفيا اكتر واكتر وبيعرف هي مين بالظبط والحادثه كمان اللي حصلت من 3 سنين، وبيبدا يتعاطف معاها ومع موقفها اكتر من كده. وبيروح يقابل صوفيا في المتحف البحري اللي هي شغاله فيه وبيعرفها انه دلوقتي محتاجها معاه وبقى واثق فيها اكتر بعد ما عرف القصه بتاعتها كلها، وبيطلب منها انها تكون معاهم ومع القائده انجل يقابلوا عمده المدينه بحيث يعرضوا عليه الموضوع وتقدر انها تقنعه انها هتقدر توقف السباق ده لحد ما يخلصوا القضاء على القرش ليليس. وبتوافق صوفيا وبتروح هي والضابط وانجل القائده وبيقابلوا العمده وبيتكلموا معاه بوضوح وبيعرفوه الموضوع بتاع القرش وان السباق ده لازم يقف باي شكل، لكن العمده بترفض طبعا ان السباق ده يتوقف لانه اتصرف على تجهيزه فلوس كتير جدا وصعب انهم يوقفوه باي حال من الاحوال، وده معناه انه مطلوب منهم دلوقتي انهم يخلصوا على القرش ده في اسرع وقت قبل ميعاد المسابقه.